فيلم كيرة والجن. الفيلم ده متاخد من رواية 1919 للكاتب أحمد مراد. الفيلم بيترجم حالة الشعب المصري من حادثة دنشواي لحد وقت ثورة 1919 وبعد كده كمان بشوية، وده في القرن العشرين. بالرغم من ان الفيلم بيدور في اطار تاريخي، لكنه بيحاول يبرز جوانب انسانية في شخصيات الفيلم عشان يورينا جوانب تانية للناس في الوقت ده اللي عصروا ثورة 19. فبيدخل احمد مراد في فترة الاحتلال الانجليزي وبداية تفكك الدولة العثمانية، وده بيتزامن كمان مع نهاية الحرب العالمية الأولى. فيلم كيرة والجن فيلم دراما تاريخي مصري من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وكمان الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب، وكمان أمينة خليل وأحمد مالك وأسماء أبو اليزيد. فهل الفيلم عارف يوصل لنا الملحمة دي ولا لأ؟ خلينا نشوف. فيلم كيرة والجن قصته بتدور عن حكاية من حكايات المقاومة ضد الاستعمار البريطاني، والقصة متاخدة من أحداث ووقائع حقيقية حصلت في الفترة بين حادثة دنشواي 1906 مرورا بثورة 1919 لحد نص العشرينات تقريبا. وقصتنا بتتركز مع فريق من الفدائيين المصريين ومغامراتهم البطولية ضد الاستعمار، وكمان الفيلم بيورينا أحداث تاريخية وبيقف عندها عشان يعرفنا احنا الأجيال اللي معاشتش الاحتلال والاستعمار انه ابشع حاجه ممكن تحصل لاي شعب في العالم، والتضحيات اللي عملناها عشان نخلص منه. احمد كيرة او كريم عبد العزيز دكتور بيحافظ على علاقه ود متبادله ظاهريا مع الانجليز، وفي نفس الوقت هو قائد المقاومه المسلحه ضدهم بشكل سري انتقاما لموت والده في حادثه دنشواي. وكمان الفيلم بيقدم لنا صوره لابطال ثوره 1919 في شخصيه شحاته الجن، واللي بيتقتل على ايد الانجليز في مظاهره كانت بتأيد الزعيم سعد زغلول. وعبد القادر الجن او احمد عز راجل مهمل ومستهتر وكل همه يرضي غرايزه، وكمان متعاون مع الانجليز، بس بالصدفه كده بينضم لفريق كيرة وهو في طريقه عشان ينتقم من الكولونيل دوجلاس اللي قتل ابوه بدم بارد. عبد القادر الجن بيبيع السجاير والخمره لمعسكرات الانجليز، بس في الاخر زي ما قلنا بينضم لفريق كيرة. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل بعد ما انضموا لبعض. الفيلم طول ما هو شغال انت مركز مع كل حدث في الفيلم، هتخليك تنسى مدة الفيلم اللي يعتبر من اطول افلام السينما المصرية، وده طبعا بسبب الاكشن والمعارك المتنفذة على اعلى مستوى واللي باين جدا عليها الصرف. الشخصيات كلها بتتحول في الفيلم وبتمر باختبارات اخلاقية، وهنلاقي كمان قصص حب اللي بتأثر على الفدائيين في الفيلم. الفدائيين اللي في الفيلم في بينهم تنوع كبير جدا من حيث كل حاجة، يعني هتلاقي الفئة الارستقراطية والافندية والفلاحين، وكمان هتلاقي الرجالة والستات، مسلمين ومسيحيين، وكمان يهود، ده حتى الخواجات والعوالم والعاهرات والبلطجية كان لهم دور في المقاومة ضد الاحتلال. وده يوصلك ان الاحتلال ما بيفرقش بين حد في اي مجتمع بتحتله. احمد مش احمد. سكند فيلم عبد القادر الجن. عاش الملك جورج الخامس. ريا جاد. بقول لك ايه، ما تقلعش الشباب. دولة فهمي. ونيجي هنا للتصوير واماكن التصوير. الفيلم متصور في وسط القاهره، بس مش القاهره اللي كلنا عارفينها دلوقتي، لا، القاهره القديمه في القرن ال19، وحرفيا اتبنى ديكورات بتمثل معسكرات الانجليزي العسكريه، وكمان القاهره الفاطميه وخنادق الحرب العالميه الاولى وحياه الكازينو والتياترو، وكل ده ادانا جمال ومصداقيه في الفيلم، وده بيتماشى مع الازياء اللي كانت في الفيلم اللي كانت مبهره بصراحه. تروماي ده ابن صارمه يابا، كان عايز ياخد الكومبيه. المقاومه هي الحاجه الوحيده اللي هتضغط على الانجليز وهتحرمهم قدام العالم. On your knees. بس انا بطلت شغل المقاومه من زمان. نفسي ابقى زيك يا كيرة. باختصار كده فيلم كيرة والجن ملحمة سينمائية من وراها مخرج مبدع زي مروان حامد، اللي بيتميز بالتجدد في شغله والوعي التام بقيمة المحتوى اللي بيقدمه، وازاي بيسخر كل الادوات السينمائية عشان يحسس الجمهور بالاجواء الثورية العظيمة بطريقة ترضي وتسلي وتأثر في الجمهور، وده من خلال الاكشن والدراما وشوية كمان من رومانسية جوه فيلم مدته حوالي 3 ساعات بس. طبعا لازم نشيد بهشام نزيه وموسيقى هشام نزيه، وبالنسبه لي كانت الفداء الثامن في الفيلم. هشام نزيه ابدع في موسيقى الفيلم ده، وبعدين هشام نزيه وصل للعالميه دلوقتي، مش انا اللي هتكلم عليه يعني، فموسيقاه كانت عظيمه بصراحه. وبالنسبه للتمثيل والممثلين، كريم عبد العزيز عرف يعمل الراجل المتعلم ابن الناس كويس جدا، واحمد عز في دور عبد القادر الجن اللي عرف يعمل الراجل اللي دماغه شغاله، الراجل الشعبي الحرك كده، واللي كان شبه دور رضا في فيلم ولاد رزق، والاتنين كان بينهم كيمياء حلوه جدا، فيا ريت نشوفهم مع بعض تاني. وطبعا هند صبري في دور دولة فهمي، وسيد رجب في دور نجيب الهلباوي. بصراحة كل الممثلين ابدعوا في الفيلم ده، ورزان جمال عملت دورها حلو جدا، وكمان خدت عليه جايزة كأحسن ممثلة في دور تاني. فكل الممثلين تعبوا على الفيلم ده، وبالنسبة لي ما كانش في حد اللي هو اقول عليه لا ده وحش، لا، كل الممثلين أدوا جدا في الفيلم.
فيلم كيرة والجن، فيلم مصري عظيم ومتكلف، وده باين في النجوم وكل اللي عاملين في الفيلم، اللي باين ان هم تعبوا جدا جدا على الفيلم ده. من حيث الجوانب الفنيه اظن ان الفيلم ده هيعيش لفترات بعد كده، ولو لسه ما شفتوش روح شوفه دلوقتي. بالمناسبه شاهد لسه منزلاه امبارح اول امبارح، فروح شوفه ومتع عينك بالسينماتوجرافي واستمتع بالتجربه الصوتيه للفيلم. وقول لي في الكومنتات ايه احسن فيلم شارك فيه الثنائي احمد مراد ومروان حامد. وبس كده، لو عجبك الكلام ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، ولو عايز تتابعني على حساباتي الشخصيه على فيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقي كل اللينكات تحت في الديسكريبشن. وسلام.